السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في درس جديد من دروس جرامر، ولسه مستمرين في ليفل B1 المستوى الثالث B1. إن شاء الله النهاردة درسنا مهم جدا جدا، بنتكلم فيه عن 30 phrasal verbs 30 فعل مركب من 90 فعل. لسه قدامنا كمان حلقتين بين لي كمان 60 فعل مركب، عبارة عن أهم الفريزال verbs في امتحان البيت، ده امتحان كامبريدج للإنجليش، ده اختبار التمهيدي للإنجليش في كامبريدج. طبعا كمان الناس المهتمة باختبارات التوفل والآيلتس، الفريزال فيربز دي مهمة جدا جدا جدا. بنتكلم في 90 فريزال فيرب، ما هماش حاجة قليلة. لو اتقنتهم كويس جدا جدا وعرفت معنى كل فريزال فيرب، صدقني هيفرق معاك بشكل كبير جدا جدا. ده الأول be over. be over يعني ينتهي. The party is over. You should all go home now. انتهى الحفل، ينبغي على الجميع الذهاب إلى المنزل الآن. بعد كده عندنا break down. break down يعني يتعطل، طبعا بتيجي مع الايه؟ مع السيارات أو الآلات. The car broke down in the middle of the street. تعطلت السيارة في منتصف الشارع. فهنا السيارة تعطلت فين؟ في نص الشارع. بعد كده عندنا break in. break in يعني يقتحم، يعني ده بيدخل، يعني لما في حد بيدخل مكان بالقوة. The thieves broke in and stole all the equipment. اقتحم اللصوص المكان وسرقوا كل المعدات. بعد كده نيجي للبريك اب. بريك اب يعني ينهي علاقة، لما يكون في 2 صحاب بينهم علاقة مع بعض، انهاء العلاقة أو إنهاء الزواج. It's very difficult to break up with someone who you still love. يعني من الصعب إنك تنهي علاقة مع شخص أنت لا تزال تحبه. بعد كده عندنا bring up. bring up يعني يربي. bring up يعني يربي. When her husband died, she had to bring up her son alone. عندما مات زوجها كان عليها أن تربي ابنها بمفردها. نيجي بعد كده ليه call for. call for يعني يطلب، يطلب أو يأخذ شخصا في صحبته. I'll call for you at 6. I'll call for you at 6 يعني سأطلبك في 6. نيجي بعد كده ليه carry on. carry on يعني يستمر. He moved to Brighton to carry on his work. انتقل لبرايتون للاستمرار في عمله. بعد كده carry out. carry out يعني ينفذ. The police are carrying out a very extensive investigation. تقوم الشرطة بإجراء تحقيق واسع النطاق. بعد كده عندنا check out. check out يعني مغادرة الفندق بعد الدفع. لما بتكون في فندق وعايز تسيب الفندق وتغادر، بتعمل بتدفع الفلوس وتسلم المفاتيح للفندق. I checked out of the hotel early to catch my plane to New York. غادرت الفندق بعد الدفع مبكرا لألحق بالطائرة إلى نيويورك. بعد كده عندنا come on. come on يعني هيا. come on we'll be late. هيا بنا سوف نتأخر. فهنا بستخدم carry on أشجع شخص إنه يعمل حاجة، دي carry on. بعد كده عندنا cross out. cross out يعني يشطب. He wrote yes but then crossed it out and wrote no. يعني كتب yes ثم شطبها وكتب ايه؟ وكتب no. بعد كده عندنا cut up. cut up يقطع إلى أجزاء. She cut up the cake into small pieces. She cut up the cake into small pieces. قامت بتقطيع الكيك إلى أجزاء. deal with. deal with يتعامل مع.
She has to deal with lots of angry customers and complaints. عليها أن تتعامل مع الكثير من الزبائن الغاضبين والشكاوى. بعد كده عندنا depend on. depend on معناها يعتمد على. We might go. It depends on the price. ربما نذهب. هذا يعتمد على الأسعار. هذا يتوقف على الأسعار. فهنا be determined by something. يعني في حاجة هي اللي هتحدد ده. ممكن كمان تيجي بمعنى needs the support of somebody. ممكن كمان تيجي بمعنى الحاجة إلى دعم شخص ما. Children depend on their parents. يعتمد الأطفال على والديهم. فهنا depend on جاء بمعنيين. بعد كده عندنا end up. end up معناها في نهاية المطاف. A dog attacked them and they both ended up in hospital. هاجمهم كلب وانتهى بهم المطاف في المستشفى. فبعد ما الكلب هاجمهم وأكيد أصيبوا دخلوا فين؟ المستشفى. بعد كده fill in معناها يملأ استمارة. Please fill in this form. من فضلك املأ هذه الاستمارة. بعد كده fill up. fill up يعني يملأ خزان الوقود. fill up the car before you start your trip. املأ خزان وقود السيارة قبل البدء في رحلتك. بعد كده عندنا find out. find out يعني يكتشف. He couldn't find out the truth. لم يستطع كشف الحقيقة. بعد كده عندنا get along. get along يعني ينسجم. He doesn't get along with his father. لم ينسجم مع أبيه. مش قادرين يكونوا صحاب. غير متفاهمين. بعد كده عندنا get back. get back يعني يرجع أو يعود. When did you get back from Paris? When did you get back from Paris? متى عدت من باريس؟ بعد كده عندنا get down. get down يعني يسجل. I got some notes down. سجلت بعض الملاحظات. فهنا get down يعني يسجل. بعد كده عندنا get in يعني يدخل. We managed to get in through a broken window. تمكنا من الدخول عبر النافذة المكسورة. بعد كده عندنا get off. get off يعني ينزل من وسيلة مواصلات. من باص أو train. We have to get off at the next stop. علينا النزول في المحطة القادمة. بعد كده عندنا get on. get on معناها يستمر في فعل شيء. get on يستمر في فعل شيء. Stop playing around and get on with your homework. توقف عن اللعب وأكمل الواجب المنزلي. كمان get on بتيجي بمعنى ينجح. She's getting on well with Spanish. يعني هي تبلي بلاء حسنا في الإسبانية. ماشية فيها بشكل كويس. بعد كده عندنا get rid of. get rid of يعني يتخلص من. We need to get rid of all the rubbish. علينا التخلص من كل هذه القمامة. بعد كده عندنا give back. give back يعني يعيد شيء إلى شخص. When are you going to give me back my jacket? متى ستعيد إلي الجاكيت؟ بعد كده عندنا give in. give in يعني يسلم. I have to give in my English essay by Friday. علي أن أسلم مقال اللغة الإنجليزية يوم الجمعة. كمان give in لها معنى تاني هو يستسلم. give in يعني يستسلم. He was so insistent that his mother gave in and got him an ice cream. يعني كان مصر للغاية واستسلمت والدته أحضرت إليه الآيس كريم. بعد كده عندنا give out يعني يوزع. Please can you give out these papers to the rest of the class? من فضلك
هل تستطيع توزيع هذه الأوراق إلى باقي الفصل؟ يا رب تكون الحلقة عجبتنا، وإن شاء الله استنونا في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.